السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب البكالوريا في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ أنا مصطفى عاطف، والنهارده إن شاء الله هنشتغل مع بعض الحصة الأولى في الكورس التأسيسي لمادة المحاسبة المالية. طبعا مادتنا مادة جديدة تماما وأول مرة تسمع عنها. فإن شاء الله الكورس التأسيسي ده هيكون عبارة عن مجموعة فيديوهات صغيرة وبسيطة عشان تنجز معاك وما تحسش بأي ملل. فسمي الله كده يا بطل ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. في البداية كده، مادة المحاسبة مش مادة جديدة عليك. المحاسبة انت بتعيشها كل يوم من غير ما تحس. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى نفهم الكلام ده بأمثلة يومية بتحصل معاك من غير ما تحس. انت دلوقتي لو نزلت معاك مبلغ في جيبك ونزلت دفعت المواصلات، جبت عصير، دفعت دروس، فانت جمعت في دماغك انا باقي معايا كام. انت هنا حسبت حسبتك صح. هنا انت بتتعامل بالمحاسبة من غير ما تحس. طيب سيبك منك انت دلوقتي وتعالى ندخل لست الكل في البيت. دلوقتي والدتك وهي بتحط ميزانية البيت وهي بتحسب كل مليم، بتحسب تكلفة الأكل، بتحسب تكلفة الالتزامات اللي علينا، المدارس، الكلام ده. هنا والدتك بتظبط ميزانية البيت لكل مليم لحد آخر الشهر، بتعرف تظبط دنيتها لحد آخر الشهر. هنا والدتك بتعرف تحسب كل جنيه وبتعرف تستغل كل جنيه استخدام أمثل. فهي هنا بتشتغل بالمحاسبة برضو من غير ما تحس. طيب خلينا بقى نطلع بره البيت وناخد مثال تاني. انت دلوقتي نزلت السوبر ماركت، نزلت لعم محمد اللي تحت البيت وبتقول له والله انا عايز 2 كيلو لبن، انا عايز جبنه، ايا كان اللي انت هتشتريه. اشتريت شويه حاجات، فشويه الحاجات دي بتقول له والله يا عم محمد حسابي كام؟ قال لك حسابك 500 جنيه. فبتقول له سجل الحساب ده على النوته على اخر الشهر وابقى حاسبك. هنا عم محمد بيعمل ايه؟ بيطلع الكراسه من الدرج وفورا يروح مسجل استاذ محمد خد مني كذا كذا يوم كذا 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 يوم كذا، والله حسابك 500 جنيه. تيجي انت اخر الشهر وتقول له انا عايز تحاسب بقى. فعم محمد لو مش مسجل الكلام ده في الكراسه بتاعته مش هيعرف يحاسبك ولا يقول لك انت حسابك ايه. فهو بيكتب والله انت خدت كذا يوم كذا، خدت كذا يوم كذا، خدت كذا يوم كذا. تيجي انت اخر الشهر يقول لك والله انت خدت كذا يوم في تاريخ كذا ويحاسبك على الحساب بتاعك. طيب ايه علاقة الكلام اللي انت عمال تقول لي والدتك وعمال تقول لي انت نزلت ومصروف؟ ايه علاقة اللي انت بتكلمني بيه ده بمادة المحاسبة؟ فهو كل اللي انا عمال اتكلم فيه ده هو اصل علم المحاسبة. المحاسبة بتسهل علينا دنيتنا. المحاسبة بتخلينا نعرف القرش اللي طالع ايه والقرش اللي خارج ايه، يعني نعرف كل مليم اللي داخل كام واللي خارج كام. بس هل المحاسبة بتمشي عشوائي كده؟ المحاسبة بتمشي عشوائي وخلاص؟ المحاسبة مش بتمشي عشوائي وخلاص. المحاسبة عندي بتمشي بنظام، لازم تمشي بنظام. طيب ايه النظام ده؟ عندي نظام اسمه نظام المعلومات. يبقى أول نظام عندي اسمه نظام المعلومات. يبقى أول حاجة عندي هنا نظام المعلومات. طب تعالى نفهم مع بعض ايه نظام المعلومات ده. اي نظام في الدنيا عندك بيتكون من 3 حاجات. يبقى اي نظام عندي بيتكون من ايه؟ من 3 حاجات. عندي اول حاجة المدخلات، عمليات التشغيل، المخرجات. يبقى اي نظام في الدنيا بيتكون من 3 حاجات: مدخلات، عمليات تشغيل، مخرجات. طب انت عمال تقول لي مدخلات، عمليات تشغيل، مخرجات، انا مش فاهم الكلام ده. طب تعالى نفهم الكلام ده بمثال بسيط جدا. دلوقتي انت دخلت محل عصير بيبيع عصير برتقال، فانت دلوقتي عايز كوبايه عصير. عايز ايه؟ عايز كوبايه عصير. فانا دلوقتي الراجل بيعمل ايه؟ البرتقانه معايا اهو. دلوقتي البرتقانه دي بقول عليها هي لسه ماده خام. لسه ايه؟ ماده خام. يبقى اول حاجه عندي البرتقان وهو لسه بقشره، لسه مش جاهز للشرب. ده بقول عليه مدخلات. ليه مدخلات؟ انا دلوقتي عايز كوبايه عصير، صح؟ حلو. انا بقى دلوقتي لازم اشغل البرتقانه دي عشان تطلع لي كوبايه العصير. فانا بعمل ايه؟ اللي بنعمله دلوقتي ان انا بعمل عمليه تشغيل، ان هو بياخد البرتقانه يبدا يقطعها ويحطها في الخلاط عشان تتحول لكوبايه عصير او يعمل لها عمليه تشغيل. يبقى انا بشغل دلوقتي الخلاط جوه البرتقانه عشان اطلع له المنتج النهائي اللي انت عايزه، اللي هي كوبايه العصير. يبقى اول حاجه المدخلات البرتقان وهو لسه بقشره، ده بقول عليه مدخلات. التشغيل الخلاط وهو شغال بيعصر البرتقال عشان يطلع لي ايه؟ كوبايه العصير. طيب المخرجات، كوبايه العصير بقت جاهزه فبقول عليها مخرجات.
يبقى انا قلت نظام المعلومات 3 حاجات: مدخلات، عمليات تشغيل، مخرجات. طيب ايه علاقة الكلام ده باللي انت بتقوله؟ المحاسبة نفس الفكرة يا حبيب قلبي. المحاسبة ان انا عندي فواتير وبيانات خام. عندي ايه؟ فواتير وبيانات خام. ببدأ احللها واسجلها عشان اقدم معلومات صافية للمدير، وبالتالي بتساعده في اتخاذ القرارات. يبقى نظام المعلومات ده نظام مهم جدا جدا. طيب انت قلت لي فوق هنا ان المحاسبه، يبقى انت قلت لي ان المحاسبه هي نظام معلومات. طيب نظام المعلومات ده بيعمل لي ايه؟ بص بقى، ركز معايا كويس قوي. نظام المعلومات بيعمل لي حاجه اسمها تحديد وقياس وتسجيل الاحداث الماليه. ركز معايا بقى كويس قوي. تحديد، تعريف تحديد. هنعرف بقى كل خطوه المحاسبه بتعملها، نفهمها مع بعض بالبلدي كده. اول حاجه بيقول لي تحديد. يعني ايه تحديد اصلا؟ يعني ايه تحديد؟ انا عايز افهم يعني ايه تحديد. دلوقتي انا اعطيتك مثال ان انت نزلت السوبر ماركت دلوقتي ورحت اشتريت شويه الحاجات دي. انا دلوقتي رايح اشتري، فانا بالنسبه لي زبون داخل المحل وعندي التاجر. فالمحاسب بيعمل ايه بقى عندي؟ لازم يبقى عندي طرفين في العملية عندي، أو طرفين في المحل، أو طرفين في الشركة، بائع ومشتري. يبقى أول حاجة بحدد الطرفين دول هم مين؟ هل الطرفين دول بائع ومشتري ولا تاجر ومورد؟ بتحدد الطرفين، دي أهم حاجة عندي، لازم أحدد الطرفين كويس جدا. طيب حددت، بقيس. قياس، يعني إيه قياس؟ انت فاكر انت دلوقتي ان انت نزلت السوبر ماركت تحت واشتريت الحاجات وقلت له سجل ده عليا عنوته، اخر الشهر هاجي احاسبك. المحاسبه مش بتمشي يا حبيبي عشوائي، مش ماشيه عشوائي وخلاص. القياس بتاعنا ان هو يسجل والله انت خدت الحاجات دي ب 500 جنيه. فانا القياس بتعامل بالفلوس، المحاسبه دي لغه الفلوس، يبقى انا بقيس بايه؟ بالفلوس يا حبيب قلبي. يبقى اول حاجه بتحدد الطرفين، بقيس، بعرف التكلفه بتاعتي. بعد كده بدخل بقى على ايه؟ على التسجيل. التسجيل ده من اهم العناصر في المحاسبه. اي حاجه ما سجلتهاش مش هينفع اطالبك بيها. السوبر ماركت اللي تحت، عم محمد اللي تحت، لو ما سجلش ان انت خدت منه 1 2 3، هو كده مش هيعرف اخر الشهر يحاسبك. يبقى التسجيل لازم اسجل كل عمليه ماليه عشان اقدر احاسبك اخر الشهر. انا دلوقتي لو ما سجلتش هاخد منك الفلوس ازاي؟ يبقى انا لازم اسجل اي حاجه بتحصل عندي. بسجل حد اشترى، حد باع، طلعت فواتير، طلعت ايجار، دفعت للعاملين. كل ده لازم يتسجل. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها توصيل. ايه؟ توصيل. انت قلت لي نظام معلومات، وبنحدد وبنقيس وبنسجل، اخر حاجه بنوصل. والله الراجل بتاع السوبر ماركت حدد، عارف ان انت المشتري وهو البايع والكلام ده، وكتب الفلوس والكلام ده. في الاخر عنده تقرير، والله التقرير ده بتاع استاذ محمد خد مني طول الشهر حاجات ب 2000 جنيه، فيجي اخر الشهر يحاسبه. ده بالنسبه للسوبر ماركت. طب بالنسبه للمحاسبه يا حبايب قلبي، المحاسبه بتوصل المعلومات للناس اللي مهتمين بالشركه. للناس ايه اللي مهتمين بالشركه؟ بنقول عليهم المستخدمين. طيب عايزين نفهم بقى هم مين المستخدمين دول؟ عندي 3. عندي مين؟ 3 أنواع من الناس مستفيدين من الشركة عندي، أو مهمين، أو بيبقوا عايزين ياخدوا تقارير من الشركة بتاعتنا عشان يفهموا الوضع للشركة أو الوضع المالي للشركة. طيب تعالى نفهم مين الناس دي. بص بقى، ركز معايا كويس قوي. الناس دي يا حبايب قلبي 3. رقم 1 مستثمرين، ملاك، حكومة. هيجي طالب ويسألني ويقول لي طيب هو دلوقتي الناس دي هتستفاد ازاي من الشركة؟ الناس دي هتستفاد مني من الشركة ازاي؟ هقول لك انا دلوقتي. المستثمرين رقم 1. يعني ايه مستثمر؟ بالراحة كده. مستثمر يعني دلوقتي انا واحد معايا فلوس وعايز احط فلوسي في الشركة. انا مستثمر وعايز احط فلوسي في الشركة، فانا بعمل ايه؟ بدخل والله بقول للشركة أنا عايز أحط فلوسي معاكم، فعايز تقرير يوضح الشركة دي وضعها إيه؟ الشركة دي بتكسب؟ طب الشركة دي بتخسر؟
احط فلوسي ولا لا، فيشوف من خلال التقارير الوضع المالي للشركه، فيقرر بقى هل احط فلوسي واغامر واستثمر فلوسي عندكم ولا لا. ده المستثمر هدفه من الشركه كده. طيب الملاك، مين الملاك؟ الملاك اللي هم اصحاب الشركه. الملاك اللي هم مين؟ صحاب الشركه. صحاب الشركه دول بيحتاجوا التقارير في ايه بقى؟ بيحتاجوا التقارير ليه؟ بص بقى، دلوقتي انا مالك، يعني انا صاحب مشروع، يعني انا صاحب شركه، يعني الشركه بتاعتي شغاله كويس. فانا بعمل ايه؟ والله بيجي المحاسب بقول له اديني التقارير بتاع الشركه بتاعتي. فانا اطلع على الشركه كده وابص اشوف الشركه دي بتاعتي شغاله كويس، الشركه دي بتكسب، الشركه دي بتخسر، طب لو بتخسر خسرت ليه؟ واعرف الكلام ده وابدا احلله، او المحاسب يبدا يحلله ويقول لي الكلام ده كله. طيب يا سيدي، عرفنا المستثمرين وعرفنا الملاك. الحكومة بقى عايزة تقارير ليه؟ الحكومة بتاخد تقارير من الشركة، بتقول لك اديني التقرير بتاعك تطلع عليه، فتبص على التقرير كده فتشوف هي هتفرض عليك ضرائب قد ايه. هي الحكومة ينفع تفرض ضرائب كده من دماغها وخلاص؟ لا، لازم تطلع على تقرير الشركة، لأن تقرير شركة صغيرة مش زي تقرير شركة كبيرة، فلازم اشوف الحكومة تشوف التقرير ده كويس قوي وتطلع عليه عشان تفرض رسوم الضرائب عليك صح. طيب دلوقتي يبقى انا استفدت من الكلام ده كله ايه؟ استفدت ان المحاسبة هي نظام معلومات. عرفنا نظام المعلومات يقوم بتحديد وقياس وتسجيل الاحداث المالية بالمنشأة. ايه المنشأة دي؟ المنشأة اللي هي الشركة بتاعتي، عشان اوصل لهم النتائج الى المستخدمين. قلنا المستخدمين اللي هي مستثمرين، الملاك، الحكومة، عشان يتخذوا القرارات. يتخذوا القرارات في ايه؟ المستثمر يتخذ قرار هل ادخل في الشركة دي واغامر واحط فلوسي ولا لا. الحكومة تقول هل دول محتاجين ضرائب قد ايه؟ دي شركة صغيرة احط عليها ضرائب كذا، دي شركة كبيرة احط عليها ضرائب كذا. الملاك، انا دلوقتي فاتح مشروع، المالك لازم يعرف وضع الشركة بتاعته كويس ولا لا، الشركة بتكسب ولا بتخسر، يعرف وضع المالي بتاع الشركة بتاعته ايه. طيب بعد كده، طيب انت قلت لنا المحاسبة هي نظام معلومات وفهمنا التعريف كويس قوي وعرفنا ايه النظام ومين المستخدمين. هل المحاسبة كده بس؟ لا، انا عندي تعريف تاني مهم جدا جدا في المحاسبة. ايه هو التعريف؟ بص حبيبي معايا، المحاسبة عبارة عن علم وفن. عبارة عن ايه؟ علم وفن. هل المحاسبة بتمشي كده عشوائي؟ لا، المحاسبة بتعمل ايه؟ المحاسبة مبنية على مجموعة من القواعد والنظريات. يبقى المحاسبة مش ماشية معايا عشوائي، المحاسبة مبنية على مجموعة من القواعد والنظريات الثابتة. مين اللي حط النظريات دي؟ العلماء. المحاسبة عبارة عن علم وفن. قلنا علم يعني هي مبنية على مجموعة من القواعد والنظريات الثابتة اللي وضعها العلماء، لأن المحاسبة مش هتمشي عشوائي كده. يبقى علم عشان هي مبنية على مجموعة من القواعد والنظريات اللي حطها العلماء. ده بالنسبة للعلم. طب انت بتقول لي هي علم وفن، ايه فن ده؟ فن يعني ايه فن؟ هقول لك انا بقى. هل المحاسبة بتتم في سوبر ماركت تحت البيت زي شركة استثمارية كبيرة؟ اكيد لا، كل واحد ليه طريقته في المحاسبة بتاعته. يبقى فن طريقة تطبيقها تختلف بحسب طبيعة المنشأة. في المحاسبة في البنك تختلف في اسلوبها وتطبيقها عن السوبر ماركت. يعني ايه فن؟ الفن يعني انا بستخدم المحاسبة على قدي في السوبر ماركت، وبستخدم المحاسبة في البنك او شركة استثمارية بشكل تاني خالص. فهو ده العلم والفن. طب هل المحاسبة علم وفن وكده وخلاص؟ لا، المحاسبة ليها حاجة تانية مهمة جدا. ايه هي؟ المحاسبة هي نشاط خدمي. يعني ايه نشاط خدمي؟ يعني المحاسبة بتخدمنا، يبقى نشاط خدمي يعني المحاسبة موجودة في حياتنا اصلا عشان تخدمنا. وكده يبقى احنا في نهاية الحصة بتاعتنا عرفنا يعني ايه محاسبة، وعرفنا نظام المعلومات، وعرفنا تعريف المحاسبة. فانتظروا ان شاء الله الحصة التانية، هنشتغل مع بعض نفهم يعني ايه قوائم مالية، ونبدأ نفهم المحاسبة بشكل تفصيلي.